حركة جديدة يا جماعة اخترعها جماهير طبعا أو محبي رونالدو ومحبي ميسي. ده من غير التنافس اللي بينهم يا جماعة، اللي هي الحركة شنو يا جماعة؟ استفزاز جماهير ميسي طبعا باسم رونالدو في الملاعب السعودية يا جماعة. وقت طبعا رونالدو ينزل الملعب أو رونالدو يلمس الكرة، العكس تماما جماهير طبعا هناك في الدوري الأمريكي يا جماعة جماهير رونالدو بتستفز ميسي باسم كريستيانو رونالدو. لكن في فرق بيناتهم يا جماعه، انا داير اوريكم ليه. طبعا بين ميسي وكريستيانو رونالدو عندما يستفزه طبعا جمهور الاخر يا جماعه. تعالوا اول شيء نستعرض اللقطات كيف يتفاعل او يتعامل كريستيانو رونالدو مع طبعا هاتفات الجماهير له باسم ميسي، وكيف يتعامل ميسي عندما يحتفون الجمهور باسم كريستيانو رونالدو. تعالوا نشوف اللقطات ونجي نعلق ثاني في الفيديو. طبعا يا جماعه بالجماهير كما لاحظتم يا جماعه استفزاز جماهير اي نادي في الدوري السعودي يا جماعه عندما طبعا يلعب نادي النصر ضد هذه الانديه يا جماعه يحتفلون باسم ميسي يا جماعه لاستفزاز كريستيانو رونالدو طبعا، واستخراج طبعا الغضب وطبعا اخراجه داخل او خارج اجواء المباراه. طبعا الصوره اتكررت كثير يا جماعه في فرونالدو يا جماعه ربما بك يركز على طبعا الهاتفات اللي بتجي من الجماهير باسم ميسي اكثر من الكوره يا جماعه. طبعا رونالدو يا جماعه من قديم الزمان يا جماعه ده شغله يعني. طبعا يكره حاجه اسمه يا جماعه ميسي امامه، فالحركه بتاعت يا جماعه انا موجود، انا هنا موجود. شايفين الحركات يا جماعه. طبعا رونالدو طبعا الحاجه دي بتغيظه تماما باسم ميسي يا جماعه زي ما كان هو يا جماعه جماهير او يا رونالدو او جماهير رونالدو طبعا من قديم الزمان يا جماعه. رونالدو طبعا يا جماعه في جماهير الانديه السعوديه يا جماعه عرفت يا جماعه نقطه ضعف كريستيانو رونالدو. يعني انت كرونالدو يا اخي انت مالك ومال الجماهير تحتفل باسم ميسي ولا اسم لاعب غيره؟ فهنا نقطه الضعف بتاع كريستيانو رونالدو، مش اصحروا الجمهور يا جماعه. اصلا رونالدو بنفسه قبل طبعا قبل يلعب الدوري السعودي وقال كده في الصحافه في اماكن كثيره اصهر انه نقطه ضعفه هو ميسي. يعني كيف يعني ميسي يتفوق عليه؟ فعشان كده دائما يا جماعه الجماهير يا جماعه بتستعمل نقطه الضعف عشان يطلع كريستيانو رونالدو خارج طبعا النطاق المباراه. وده لاحظنا كثير يا جماعه، مره ينفعل على اللعيبه، مره ينفعل على الحكام، مره ينفعل ومره يعمل حركات يعني ما سمحه سوء وما عارف والحاجات زي دي. طبعا ده طبعا كريستيانو رونالدو يا جماعه. طبعا اما يا جماعه بخصوص ليون ميسي طيب تعالوا نشوفوا ليونيل ميسي يا جماعه يتفاعل مع الجماهير عندما يسمع كلمه كريستيانو رونالدو امامه او الاستفزاز اللي يجي من الجمهور، وبعد ذاك نعلق في المباراة في باقي طبعا الفيديو. زي ما شايفين يا جماعه ده طبعا سيد اللاعبين ليونيل ميسي يا جماعه اتفاعل مع الجمهور طوال مباشره مع اللقطه. يعني مجرد سماعه لرونالدو يا جماعه، فالكوره يا جماعه كانت داير توري الجماهير انه يا جماعه ليونيل ميسي فوق الكل. مجرد لمسه واحده يا جماعه الجماهير حتى ما كملوا كلامهم، ما كملوا الاستفزاز، فطبعا ليونيل ميسي احرز الهدف. والغريبه انه يا جماعه ليونيل ميسي بعد الهدف يعني ما واجه الجماهير، ما مشى على الجماهير ولا يتقبل بالجماهير. يعني كان يعني انه كانه اسم رونالدو ما بيستفزه، ما شغال بالجماهير. فطبعا اتوجه على منتصف الملعب، ده بيدل انه في راسه اصلا ما في رونالدو. طبعا اقول لجماهير رونالدو اللي بتستفز ميسي، اذا كان رونالدو شخصيا هو كان خسر الرهان طبعا لما كان بيتنافسوا في الدوري الاسباني، فانت ليونيل ميسي ما حتقدر او ما حتستفزه بالحاجه دي. ياما كريستيانو رونالدو صرح في وسائل الاعلام بطريقه غير مباشره، وكان في التصريحات كان بيقصد ميسي لكن ما صرح باسم ميسي.
ميسي طبعا او كريستيانو رونالدو كان متفوق على ميسي في الكرات الذهبيه وما عارف. فصرح انه قال انه كونك تبقى افضل لاعب في العالم عليك ان تتفوق بالكرات الذهبيه، لا من ليونيل ميسي فاتوا بالكرات الذهبيه. فهنا تصرح في الاعلام ثاني قال طبعا الكرات الذهبيه عباره عن تصويت، عباره عن جماهير، عباره عن اعلام، لكن الحاجه اللي بتثبت انك الافضل هو طبعا الجوائز الفرديه. وهو كان بيمتلك يعني احذيه ذهبيه اكثر من ليونيل ميسي. فليونيل ميسي رد طبعا جفا يتفوق عليه في الاحذيه الذهبيه وكده. فمرت الايام وجاء من طبعا خسر ليونيل ميسي 2 كوبا امريكا على التوالي، وخرج طبعا من طبعا كاس العالم، او اتغلب المانيا كاس العالم في البرازيل، والارجنتين خسرت النهائي يا جماعه. ورونالدو في 2018 ربما فاز باليورو يا جماعه. جاء ثاني في الاعلام صرح قال يا جماعه انت لو داير تبقى افضل لاعب في العالم انت لازم تفوز ب طبعا او تفوز بلقب مع المنتخب الاقل. فهو كان يقصد ميسي في التصريح. فميسي كان على مشارف انتهاء يا جماعه طبعا الفتره الكرويه بتاعته يعتزل، وكم كان قرر اعتزال وكده. فهو كان ما عارف انه الوقت يجي وميسي وليونيل ميسي يرد عليه ويفوز بكوبا امريكا، وفي الكاس النظمه في بينه وبين ايطاليا وما عارف، وكاس العالم طبعا. فهنا يا جماعه رونالدو سكت، يعني ما في حاجه ثانيه تتقال، يعني حتقول شنو ثاني؟ ختم الكره، ليونيل ميسي ختم كره القدم يعني. فانا اعتقد يا جماعه جماهير كريستيانو رونالدو اغليه ميسي ليس زي مثل اغليه رونالدو في المقام الاول. فميسي ما بيشتغل بالحركات طبعا. ميسي ارضيه ملعب، فهو لو كان داير ينافس رونالدو وكده كان يعني قاعد في طبعا انديه الدوري او انديه الانديه الاوروبيه، ولا نافس كريستيانو رونالدو لما الهلال قدم له طبعا مليار يورو ولا كم. يعني انا ما اعرف يعني. عشان كده يا جماعه ليونيل ميسي لاعب غير يا جماعه، تفكيره تفكير احترافي لدرجه بعيده يا جماهير رونالدو. فده الفرق بينه وبين طبعا ليونيل ميسي.